سريعا بقى ركز معايا كده في بعض النقاط المهمة. اولا احمد سيد زيزو، هل زيزو ممكن نشوفه في النادي الاهلي؟ لا. ليه؟ لان زيزو محتاج اكبر راتب سنوي. لو رحل من نادي الزمالك هو بنسبة كبيرة هينضم الى الدوري السعودي او اي دوري خليجي. يعني احمد زيزو جايله عروض ومقابل مادي كبير، وبالتالي زيزو عاوز يرحل من الزمالك عشان الفلوس. فالنادي الاهلي مستحيل يديله 100 مليون او حتى 60 مليون للاعب مصري يعني، وخاصة ان زيزو دلوقتي مستواه في النازل. تاني لاعب مصطفى محمد دلوقتي بيلعب مع نانت الفرنسي. مصطفى عنده تارجت انه يكمل في الملاعب الاوروبية وبيرفض العودة الى الدوري المصري. يعني صعب جدا جدا نشوف مصطفى محمد مع النادي الاهلي الفترة الحالية. اما عن تريزيجيه طبعا لاعب الاهلي السابق من ناشئين النادي الاهلي، كان في كلام ان تريزيجيه ممكن يرجع عشان يشارك في كاس العالم، ولكن برضو احنا اتكلمنا عن قصة التعاقد مع لاعب في كاس عالم بس الموضوع مرفوض من قبل كولر. تريزيجيه اصلا لاعب فريق طرابزونسبور التركي معار الى الريان القطري، فقصة وحكاية لازم يخلص نفسه الأول من طرابزونسبور. هنشوف اللي هيحصل الفترة الجاية في قصة تريزيجيه. محمد عبد المنعم، النادي الأهلي طلب عودة عبد المنعم، هو بيلعب مع نيس الفرنسي، ولكن يعني المعلومة اللي وصلت لي إن عبد المنعم محتاج يكمل شوية مع نيس، ممكن نيس يرفض التخلي عن اللاعب يعني، فممكن يرجع، يعني وارد يرجع وارد يكمل. دلوقتي انت عندك أشرف داري ما شاء الله رجع ورجله في الملعب او بيأدي في الملعب كويس، شفناه امام المصري عمل ماتش كويس تمام. ففي اوبشن اخر عند الاهلي التعاقد مع مدافع محلي زي محمد اسماعيل، زي مصطفى العش مثلا يعني، وهيكون عندنا برضو يعني اشرف داري، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، نجوم في خط الدفاع. يحيى عطية الله بنسبه كبيره مكمل مع النادي الاهلي. هنشوف موقف علي معلول لسه حتى الآن لم يتم حسمه. الراحلين طبعا تاو، رضا سليم، كهربا بنسبة كبيرة هيغادر، يوسف أيمن. قلت لك قبل كده موضوع الراحلين ويعني ميركاتو النادي الأهلي بشكل عام. أنا بحاول ألخص لك كده قصة الميركاتو والصفقات والتدعيمات الجديدة للقلعة الحمراء. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. ما تنساش تعمل لايك وشير ومتابعة عشان يوصل لك جميع فيديوهاتنا. شكرا لكم، سلام عليكم.